كريم سليم، سفاح التجمع، شاب عمره حوالي 36 سنة كده. المهم إن هو كان من عيلة مرموقة، وكان مدرس إنجليزي، وكان شغال في مدرسة حلوة جدا. اسمه الحقيقي كريم محمد سليم. كان متجوز واحدة اسمها لبنى، وكان عنده ابن اسمه زين. لكن انفصل عن مراته لبنى قبل ما يبدأ في سلسلة الجرائم اللي بدأ يعملها. المهم إن كريم ده كان عنده قناة سوشيال ميديا على التيك توك، وكان عنده 600 متابع. المهم إن هو كان بيخش يكلم البنات علشان يبدأ يستدرجهم. مرة يقول لهم عشان خاطر شغل، أو نعمل فيديوهات مع بعض، أو عشان نتقابل ونبقى أصحاب. المهم إن هو كان بيستدرجهم على شقته في التجمع، وهناك كانت الشقة دي مجهزة حلو جدا لعزل الصوت، بحيث ان هو لو تعدى على حد او قتل حد لا حد هيحس ولا حد هيسمع حاجة. طبعا كريم بعد ما كان بيستدرج البنات لشقته في التجمع، كان بيبدأ يخدرهم بمخدر الايس والشاب، وده كان بيخلي الضحية فاقدة للوعي تماما، بحيث ان كريم يقدر يعمل اي حاجة هو عايزها من غير ما الضحية تكون حاسة. وبعد كده يبدأ يتعدى عليهم جسديا ويصورهم وهو بيتعدى عليهم، وبعد كده يقتلهم بدم بارد، وبعد كده ياخد الجثث ويتخلص منها في مناطق بعيدة جدا. بالتحديد كان على الطرق الصحراوية لبورسعيد وإسماعيلية والسويس. وطبعا كل حاجة كان متخطط لها، بحيث إن هو يرمي الجثث في الأماكن البعيدة الصحراوية دي، لأن مفيش كاميرات وصعب إن البوليس يرصد تحركات الشخص ده في المناطق دي. في يوم اكتشفت الأجهزة الأمنية جثة لواحدة على طريق 30 يونيو. الجثة كان عليها آثار لتعذيب واضح، وبالتحاليل اكتشفوا إن في نسبة مخدر في جسمها. الغريب بقى إن الشرطة لقت كذا جثة بنفس المواصفات بنفس الطريقة دي، وده خلاهم يشكوا إن الجرائم دي مش مجرد جريمة فردية، لكن ده كان نمط متكرر، وفي ضحايا بتموت بنفس الطريقة بشكل متكرر. المهم إن الأجهزة الأمنية قدرت تتوصل لفاعل الجريمة دي، وده بعد ما ربطوا كل الأدلة ببعض وفتشوا شقته، وعرفوا يربطوا ما بين الجثث كلها وما بين الرابط اللي ما بينهم، وهو ان كل جثة كان بيتم تعذيبها وكان بيبقى فيه مخدر، ونفس المخدر موجود في الثلاث جثث. فده خلى الاجهزة الامنية تقدر تتبع الشخص وعرفت تمسكه في الاخر. المهم ان هو بعد ما اتمسك وشيكوا على الفيديوهات بتاعته والتليفونات والفلاشات اللي كانت معاه، اكتشفوا ان هو كان بيصور الضحايا بتوعه اثناء تنفيذ الجريمة، وبعد ما كانوا بيموتوا برضه كان بيصوروا. لكن طبعا المحامي بتاعه حاول يطلعه منها ان هو مختل عقليا ومريض نفسيا، ولكن طبعا المحكمة رفضت كل الكلام ده، لان واضح جدا ان هو قاتل متسلل وعارف بيعمل ايه بالظبط. لكن المحكمة اصدرت على كريم سليم حكم الاعدام، وده كان بسبب ان هو عمل جرائم قتل مع سبق الاثار والترصد، بجانب التعذيب والتصوير والتعدي الجسدي. والمحكمة أكدت حكم الإعدام حتى بعد الطعن فيه، برضه المحكمة مازالت متمسكة بحكم الإعدام، وده معناه إن حكم الإعدام هيتنفذ بشكل نهائي. في نهاية قصتنا عايز أقول إن أوعى تنبهر بأي شخص من بره مهما كان شكله نضيف وبيلمع. ممكن جدا يكون مش سوي خالص، وممكن جدا يكون قاتل متسلل. تاني حاجة عايز أقولها، اوعى تثق لأي حد من السوشيال ميديا. انت ما تعرفش هو بيكلمك عايز منك ايه، او ايه الهدف، او هو عايز يوصل لايه بالظبط. وتأكد طول ما انت مش عارف الشخص هو عايز ايه بالظبط او هو مين، فتأكد ان انت بيتلعب بيك، وفي يوم وهتبقى ضحية. خلي بالكوا من نفسكم. ربنا يرحم الضحايا، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.